مرحبا بكل الرجويين. فترة الألماني جوزيف زينباور مع النسر الخضر وصلت لنقطة النهاية. مدرب الألماني اللي وصل للمغرب ما معروفش وغادروا كبطل. ثنائية قادت فريق الرجاء الرياضي طيلة 41 ماتش، ربح فيها 29 مقابلة، تعادل في 11 وخسر مباراة واحدة على المستوى المحلي. كانت في النهائي ديال كأس العرش أمام النهضة البركانية، في حين كانت الهزيمة أخرى مع فريق النصر السعودي ضمن ربع النهائي دوري أبطال العرب. في هذه الفترة كاملة جوزيف زامباور حقق ثنائي الدوري والكأس، أرقام قياسية كبيرة. الرجاء خدات معاه اللقب بدون أي هزيمة مع تحقيق ثنائية غابت منذ سنوات، ولكن كل شيء تغير مع بداية انطلاق الموسم الرياضي الجديد. جوزيف زنباور توصل بعروض مغرية من الوحدة السعودي، الأمر الذي خلى استمراره وتكملته الموسم الثاني في العقد مع الرجاء صعبة للغاية. مفاوضات كانت ماراثونية، ولو فترة واحدة كان متأكدا نادي الرجاء أن زنباور غادي يغادر أو يستمر. في الأخير قرر أنه يختار فريق الوحدة السعودي، وبالتالي خلى النادي الرجاء خسر وقت كبير باش أنه يبريباري الطاقم الجديد قبل أقل من أسبوع من موعد انطلاق التدريب، وأقل من شهر انطلاق مسابقة دوري أبطال إفريقيا. وإلى الملتقى في فيديو قادم.